في هذا الفيديو الاخوان غادي نشوفوا الهضره المعقوله على القفطان الجزائري. هذا قبل ما يوليش نقريها هو اللي حكم في الجزائر. شوف كان تيقول القفطان المغربي، كان تيقول القفطان المغربي ليس الجزائري، المغربي. هذاك اللباس التقليدي الجزائري. واي نوع من اللباس اخترتي؟ اللباس العاصمي اكيد خير اللباس العاصمي الكراكو فوالا. وخاطر ما هالمده صغيره سولمون اون سيمين، كون جينا راح نطولوا زعما شاك سيمين نلبس اون توني عاصمي بديعه تلمسانيه عنابي باش نعرفوا بكامل التراث الجزائري ديالنا. يعني نشوفوا انه المراركه يعني يقدروا ربما يفرضوا روحهم وحتى يعني اللباس التقليدي ديالهم اللي هو القفطان نشوفوه انه غزا يعني لو موند عرب وحتى يعني في لو موند يعني الغربي. يعني كيفاش يعني انت كمصممه يعني جزائريه كيفاش يعني راح تمبوزي روحك يعني بالالبسه الجزائريه؟ يعني هو شيء صعيب نوعا ما يعني كمصممه جزائريه. وهو شيء صعيب، ما ننساوش باللي راهم عندهم 20 سنه هما يروجوا للمنتوج ديالهم، سبقونا بزاف، وهذا الشيء ما يمنعناش وما يديرلناش حاجز باش نروجوا احنا كذلك للمنتوج ديالنا. ما ننساوش باللي الجزائر فيها 48 ولايه، كل ولايه عندها لا توني ديالها اللي تمثل شخصيه هذيك الولايه. فخر وصورات فخر يعني لينا اكيد. حتى الكراكو هو يعني لباس تقليدي جزائري محض معترف به. اكيد. دوكا انا اكزومبل باش نحب نروح للانفات ولا عندي سيمينار ولا ماذا بيا نلبس كراك، وعلاش نلبس اون روب دي سوار؟ حنايا ديرنييرمون كي نروحوا نشوفوا في لي فيستيفال تاع كان او بيان لو مارياج تاع لو برنس ويليام، لي ماروكان اللي كانوا انفيتي ما لبسوش اون روب دي سوار، راحوا بها لبسوا قفطان مع لا سينتور، لبسوا اون توني تراديسيونيل ديالهم. ميم في فيستيفال تاع كان ديرنييرمون لبسوا لي كافتون ديالهم. هذيك هما شخصيتهم، حابين يبينوا شخصيتهم للعالم كامل. مي بصح حنا عندنا الله يبارك جبه تاع النابق، سنطينا ستيل ستايفي، ستيل الباتني، نزيدو نروحوا للستيل كابيل. ما ننساوش باللي ستيل كابيل بالذات عنده قداش من توني، تيزي وزو وحدها بجايه وحدها. نزيدو نروحوا للستيل الوهراني العاصمي، جو الله يبارك. وانا يعني هي لازم تبدا يعني من لي سيليبريتي يعني المشاهير. مثلا في مهرجان وهران الدولي العربي اللي ندار يعني ريسامون في وهران، يعني شفنا عندنا الاخوان النقط المهمه. المروك هما تيقولوا المروك هما المغاربه، باش تكونوا فاهمين السياق ديال الهضره، حيت من بعد تيقول لك المقصود بالمروك هما الجزائر ديال وهران. فهمت؟ دابا المشكله دابا الناس هادو بكثر ما ماشي هما المشكله، يعني ما غاديش تحكم على هاد الناس ديال الروبورتاج حيت هما مخلصين باش يهضروا، وكيقول لي تيكتب السكريبت. هذا هو المشكله. اذا يا اخواني الكرام، فاش تشوف التناقض هذا اش يجيك على راسك؟ تفهم ان هادوك اللي مسيرين ديك الدوله لا دماغ يفكر ولا نفس تستحي. هذا هو اقرب مثال الواقع الجزائري. فهنايا اصلا الشعب الا فكر غير شويه ديال اللوجيك تيقول دابا هما مستعدين انهم دابا تيكونوا جالسين معلمهم تيقول لك شنو غادي نديروا شنو ما نديروش. غادي نشدوا القفطان الجزائري وغادي نرفعوا اليونسكو على انه القفطان الاول سما قبل من المغاربه. دابا المشكله هما جالسين معلم ما بهم، شوف ما مشوهين عالميا، ما مضحوك عليهم عالميا، ماشي ترند عالمي في الضحك، ما حتى واحد جبدهم تينوضوا تيبغيو يجبدوا راسهم على المصايب والضحك ولاو اضحك. فهمت؟ دابا اليونسكو غادي يقول لك صافي ديال المغرب راه القفطان ديال المغرب، وهما تقمعوا دوليا تقمعوا عالميا تشوهوا ولاو اضحك، وانكروا عاوتاني واحد السيمانه ديال الضحك والنشاط. فهمتوني؟ هذا هو العقل ديال سيدهم شنقريحه. هذا هو عقله ملي متى هو دخلوا هما تيديروا هادشي هذا. لا عقل يفكر. فهذا هو الاخوان.